السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرسنال بينصب السيرك على نوتنجهام فورست في أولى مباريات أنجي بوستوكوليو المتعود دايما قدامنا إن هو يجي ياخد اللي فيه نصيبه ويروح. ربنا يبارك له. 3-0 مع الرأفة النهاردة من أرسنال. لو جينا النهاردة نتكلم عن الماتش كده بشكل عام، أرسنال بدأ الماتش برايا موسكيرا وجابريال وتمبر كاليفيوري رايس، لا مش رايس، زوباميندي وميرينو واوديجارد وايزي ومادويكي وجيوكيريس. ارسنال النهارده كان عنده اللي هو افتقده قدام ليفربول، وهي الحده والرغبه في التسجيل. ارسنال اول نص ساعه من وجهه نظري الفريق نزل باين من اداء الفريق عايز اجيب جون. الضغط بعد فقدان الكوره، انتشار اللعيبه في الملعب، الجمل اللي بتحصل، الفريق عايز يجيب جون. وده اللي اتكلمنا عليه يوم ماتش ليفربول، ان الفريق كان كويس الشوط الاول، ولكن ما كناش حاسين ان انت عايز تستغل افضليتك دي بانك انت تسجل. كنت مكتفي ان انت مسيطر على المباراة في الانفيلد، وان انت تمام كده بعد خطورة ليفربول والدنيا ماشية، لكن ما كانش في حد على المرمى، ما كانش في ممكن مدويكي كان بيعمل محاولات بتاع، لكن ما كانش حد. يعني انا بشوف ان في ماتش ليفربول افضلية ليفربول الشوط الثاني كان اكثر حده من افضليه ارسنال الشوط الاول، في الوقت اللي ليفربول كان افضل. لكن النهارده حتى ماتش ليدز يونايتد الماتش اللي قبله ارسنال برضه، انا بشوف من رغم ان ارسنال كسب 5 الاداء ما كانش كويس. ارسنال قبل الجون بتاع تمبر ارسنال مش عارف يخلق فرصه على المرمى، مفيش اي رغبه من الفريق، والماتش ميت وريتم الماتش واقع. ولكن النهارده لا، النهارده انت بتفقد الكرة على طول، بتضغط عشان عايز تجيبها على طول، ده رايح على الجون، لعيبتك رايحه على الجون. الجمل اللي بتحصل بان النهارده بصراحه شفنا مثلا جابريال بيسقط له ميرينو، فيقوم ميرينو لاعب كعب لايزي، فبتبتدي تضرب الفريق اللي قدامك. شفنا ايزي هو اللي ينزل ويعمل كعب مثلا لاوديجارد، بس اوديجارد ما بيديش الكوره لميرينو. شفنا كوره في اول 5 دقايق اتعملت حلوه جدا، 1 3 ما بين كاليفيوري وما بين ايزي وما بين ميرينو. بعد كده ميرينو عايز يبصيها لمدويكي، فاوديجارد المفروض يفوتها لمدويكي، هيبقى هو وجون، لكن اوديجارد خدها وطبعا اتصرف فيها وحش جدا. واللي قدم بصراحه ربع ساعه سيئه جدا قبل الاصابه. وانا عايز اتكلم على اوديجارد، انا مش لاقي مبرر ان انت لعيب كنت مصاب في مباراه ليدز يونايتد. بعد كده شاركت جزء من مباراة ليفربول. انا ما كنتش شايف اي مبرر انك تروح التوقف الدولي مع منتخب بلادك، خاصة ان منتخب بلادك بيلعب ماتشين وديين. النرويج ما كانتش عندها مباريات في تصفيات كاس العالم، النرويج لعبت ماتشين وديين، فما كانش ليها اي داعي انك انت تعمل كده. ولكن كالعادة اوديجارد دايما بيبقى عنده يعني عنده منتخب بلد، وده ان هو عايز دايما يبقى هناك ويبقى موجود معاهم. ولكن الماتشات وديه، فكان لازم الموضوع ده يعني يتم ترتيبه بشكل احسن من كده. اوديجارد اتصاب، نزل نوانيري، استمر الاداء زي ما هو. واكتر حاجه كانت ملحوظه بقى هو مادويكي. انا من وجهه نظري مادويكي هو مان اوف ذا ماتش، مع احترامي لزوباميندي، ان مادويكي هو مان اوف ذا ماتش. النهارده انا ما حسيتش ان ساكا غايب نهائي، يعني بالعكس، ده انا حسيت ان عادي، ده كأن ممكن تكون بتأدي احسن من ساكا كمان. ان انت تعدي 1 على 1 كم المرات دي، والعرضيات اللي انا شايف انها عرضيات ممتازة. يعني انا كنت مستغرب ليه جيوكيريس ما استغلش عرضية من العرضيات دي، لانها عرضيات ملعوبة مثالية. العرضية اللي هي بتتلعب بتبقى نازلة عند نقطة البينالتي، بتبقى يعني سهلة جدا ان المهاجم يركبها. فكان جيوكيريس كان المفروض ان هو يبقى تواجده في الكور العرضيه دي بصراحه احسن من كده. مدويكي عمل مباراه، يعني انا كنت متفاجئ بصراحه. مدويكي بصراحه مستوى ممتاز مع ارسنال لحد دلوقتي. حتى لعيبه نوتنجهام فورست تحس الشوط الثاني ابتدوا يبقوا شارب معاه اكتر، لان هو تعبهم جدا جدا جدا. وبعدها بيجي هدف طبعا من كره ثابته برضو، هدف اول لارسنال عن طريق زوبامين. طبعا الشوط الاول لو حاجه ملحوظه فيه برضو، جيوكيرس لسه ما بيجلوش فرص. يعني جيوكيرس ما بيجلوش فرص اللي هو مثلا لحد دلوقتي ما جالوش كرة اللي هو منفرد مثلا يجيله كرة يروح هو والجون. كرة اللي هو كلير تشانس اللي هو يعني تقدر تحكم عليه فيها هيفنشها ازاي، ما بتجلوش الحاجات دي. ارتيتا برضو انا مش شايف ان جيوكيرس ينزل يبقى محطة. هو بينزل بيستخدمه اوقات كتير كمحطة، بيسقط مثلا ويقوم مسلم
للطرف مثلا، طرف الملعب او كده. لا، انت الاحسن تسيب الراجل ده يشوف ازاي هيتمركز، وازاي لعيبتك هتغذيه بقى، ازاي لعيبتك هتغذي الراجل ده. زي كده الجون اللي جابه النهارده هنتكلم عليه. ولكن بعد الهدف الاول ارسنال حصل شويه تراجع في الاداء، الفريق ابتدى رتمه يهدى. اخر الشوط الاول ابتدى نوتنجهام فورست يخش في الماتش شويه، وكان ليهم فرصه عن طريق جيبس وايت. اللي سهل المباراة بقى خالص ان في اول 50 ثانية تقريبا من الشوط التاني كاليفيوري، اللي انا بقول لكم لو اللعيب ده حافظ على نفسه من الاصابات، ده ممكن يبقى مفتاح قوي جدا لارسنال خلال الموسم. لان اللعيب ده انا شايف السنة اللي فاتت الاصابات اللي حصلت له ارسنال لسه ما استفادش منه، وما اظهرش الكواليتي بتاعه السنة اللي فاتت خالص. كاليفيوري يا جماعة هو حتى قال تصريح، قال ان السنة اللي فاتت كانت صعبة جدا عليا، وان انا ما قدمتش حتى 20% من اللي عندي. كاليفيوري عمل لونج بول مثالي لإيزي. وهنا بقى تيجي فرق الكواليتي. لمسة واحدة كان يجرى لمسة واحدة الله عليه على طول، من غير فزلكة ولا أي حاجة. هي لمسة واحدة، ولا هستلم ولا بقى هقعد أفكر وهقعد أخد قرار في 4 ساعات، وهفكر أباصي ولا أرجع لورا ولا أسند، وفي الآخر هقوم لافف وراجع بنباصي لورا زي الأخ مارتينيلي. لا، لمسة واحدة على طول زي ما جاية كده لجيوكيريس. جون سهل جدا، الجون فاضي. الهدف التاني الماتش تقريبا خلص اكلينيكيا، وابتدى الاداء يتحسن بعدها، وابتدت الجمل تزيد اكتر، الجمل اللي ارسنال بيعملها والكعوب والكلام ده. جت فرصه لنوانيري في الدقيقه حاجه و50، كانت جمله روعه برضو من ناحيه ايزي وكاليفيوري، واتلعبت راحت لنوانيري على حدود المنطقه، حطها فوق العارضه. كان لو كان جاي كان هيبقى هدف مثالي. شفنا جيوكيريس وهو بينزل وبيروح بعرض الملعب بيعمل 1-2 مع مدوكي وبيحط كره في العارضه. شفنا سيل من الفرص لارسنال. بعدها كان الماتش ده ممكن يخلص بسكور عن كده. الملفت النهارده برضو موسكيرا ما تحسش برضو ان الصليبه غايب، انا بالنسبه لي. وهي دي الفكره، ان انت يبقى عندك سكواد ديبس، مش الفكره انك يبقى عندك بدلاء وخلاص. لان دي برضو نقطه في الناس لازم تاخد بالها منها. هو ارسنال كان في مثلا عنده مثلا من سنتين بديل لساكا ريس نيلسون، لكن الجاب بعيد قوي، يعني ساكا وريس نيلسون دنيا بعيده. فانت لما تيجي مثلا عندك ماتش مثلا مع ليفربول، مع السيتي، لو ساكا اتصاب ما تبقاش مطمن وانت معتمد على ريس نيلسون. نفس الكلام صليبه اما اتصاب اول موسم ارسنال نافس فيه، موسم 22 23، انت اعتمدت على مين؟ اعتمدت على روب هولدنج. غرق المركب بيك. فالفكره مش ان انا يبقى عندي بدلاء وخلاص، الفكره ان انا يبقى عندي بدلاء اما الاساسيين بتوعي يتصابوا ما بقاش قلقان. وهو ده اللي الصراحه موجود دلوقتي. ساكا اتصاب عادي، الدنيا تمام. انا من وجهه نظري اللعيب الوحيد في سكواد ارسنال لو اتصاب ممكن تبقى فعلا قلقانه وهو ايزي، لان ده في فرق كبير ما بينه مثلا وما بين مارتينيلي لما يلعب، او تروسرد او كده. لكن بقيه السكواد بصراحه ممتاز. وارسنال بيحقق انتصار مهم جدا على نوتنجهام فورست 3-0. ارسنال عنده ماتش يوم الثلاث. الميزه كمان النهارده وده اللي بنشوف، ان انت مثلا لعيب زي رايس عندك ضغط ماتشات، لا رايس جاي من توقف دولي النهارده شارك تلت ساعه، دي حاجه نقطه ايجابيه، ان انت تعمل روتيشن، تعمل مداوره ان لعيبتك تريح، ما يبقاش عندك لعيب بيلعب كل الماتشات 90 دقيقه، ده هيأثر عليه قدام. المهم ان ارسنال عنده ماتش يوم الثلاث في السان ماميز، وعنده ماتش الاسبوع الجاي مع السيتي. يعني في جدول صعب للفريق الفتره الجايه. الفوز النهارده ما كانش رفاهيه، لازم كنت تكسب، ما عندكش رفاهيه فقدان النقط اي مباراه على ملعبك. هننتظر ونشوف ارسنال هيعمل ايه الفتره الجايه، ونشوفكم ان شاء الله. يعني هحاول ان يبقى في فيديو بعد كل مباراه لارسنال كده. اشوفكم ان شاء الله بعد مباراه اتلتيك بلباو. سلام.